شكرا زياد. أهلا بكم من جديد، وأذكر من انضم إلينا الآن أننا نقوم بتغطية خاصة للمؤتمر السوري للتغيير المنعقد في أنطاليا. دعونا أعزائي المشاهدين نستمع لكلمة مسجلة من أحد منسقي المؤتمر السوري للتغيير، السيد وائل عصام. أخوكم وائل عصام من منسقي المؤتمر السوري للتغيير. أنا اليوم هنا أهنيكم بنجاح هذا المؤتمر، وأقول للشباب: نحن معكم كشباب سوريا في الخارج. نحن وكل الشباب تدعمون الشباب في الداخل. أنتم الأبطال، وأنتم من تنزفون الدماء، ونحن معكم ونثمن ونقدر مواقفكم، ونقول لكم صبرا، فإنما النصر صبر ساعة. أنتم يا شباب أنتم أملنا، ونحن نعول عليكم كثيرا، ونحن في الخارج نحاول بكل ما نستطيع لدعمكم والوقوف معكم قلبا وقالبا وبكل ما نستطيع. نحن من هذا المؤتمر اجتمع الكثير من الشباب في هذا المؤتمر لتأييدكم ولتوصيل صدى صوتكم إلى العالم أجمع. نحن معكم، قلوبنا معكم، أنتم الأبطال. ونقول لكم غدا هي جمعة أطفال الثورة، جمعة أطفال الحرية عفوا. نقول لكم غدا نريد منكم وقفة قوية. لا نريد أن ننسى جرحنا في حمزة، ونريد أن نذكر العالم أجمع أن حمزة هو الوصمة عار في جبين هذه العصابة، ولن ننساه، ولن ننسى أي طفل أو شهيد أو دم أحد من هؤلاء الشهداء. نحن معكم، ونحن إخوانكم في الخارج، قلوبنا معكم، وإن شاء الله تعالى سنعمل ما نستطيع لمساعدتكم ونصرتكم، والنصر لكم، وإنما النصر صبر ساعة. فاصبروا إخوتي، ونحن معكم، ما تحتاجون له نحن بجانبكم. نعم، إذن كلمة أحد منسقي المؤتمر السوري للتغيير في أنطاليا، وائل عصام. ومعي الآن متصل السيد عبد الله